السلام عليكم، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. النهاردة هعمل معاكم تنظيف الفراخ طبعا للبنات المبتدئة. هعلمكم تنضفوا الفراخ ازاي وتقطعوها 4 ارباع. طبعا تنظيف الفراخ دي اللي معلمها لي ماما حبيبتي، الله يبارك لي فيها ويديها الصحة والعافية يا رب وطولة العمر. هي اللي معلماني طريقة تنظيف الفراخ دي. بجد النظافة في الفراخ بتبقى حلوة قوي قبل ما نطبخها عشان تبقى نظيفة كده وجميلة. اتمنى كده تدعوا لماما في الكومنتات وتقولوا لها ربنا يديها الصحة والعافية ويخليها لي يا رب. اول حاجة انا شطفتها وجيت هنا على البوتاجاز قعدت اشفشف فيها كده، عشان برضو مهما الفرارجي ينضف فيها بيبقى فيها ريش صغير كده، فمش بيطلع غير بالنار. بقعد اشفشف فيها زي ما كنت بوريكم. وهنا الفرخة اخدت شفشفة بسيطة كده بتاخد لون بس خفيف عشان الريش الصغير يتشال. وهنا بقى جيت على الحوض وحطيت عليها دقيق وقعدت ادعك كده بالدقيق فيها كويس، عشان زي ما قلتلكوا برضو الشعر الصغنن ده لما نفرك فيها كده بيتشال مع الشفشفة. وطبعا الفرارجي بيبقى شايل منها ضفر الجناح وشايل منها الحموزة اللي من ورا. وفي الحتة اللي تحت الحموزة دي اللي هوريها لكم، دي مش بيبقى شايلها، لازم تشيليها ضروري جدا جدا تشيليها. ما ينفعش تطبخي الفرخة وهي فيها الحموزة بتاعت الفرخة دي، لازم تتشال عشان طبعا بيبقى فيها الفضلات بتاعتها. وهنا عند الرقبة بيبقى فيه غدد متكتلة كده، لازم تتشال وتترمى. انا هنا كنت بقطع بحطهم في طبق كده على جنب. هنا الغدد المتكتلة اللي عند الرقبة دي برضو لازم تتشال وتترمى. وبرضو لو عاوزين تشيلوا اللي في قلب الحموزة اللي هي حتة الكبدة، احنا كنا بنشيلها زمان، لكن الدكتورة شيرين زكي الدكتورة البيطرية اللي جت في اللقمة قالت عادي تتاكل ما فيهاش اي ضرر. طبعا دكتورة شيرين دي بنتعلم منها وبتعرفنا ايه الصح والغلط في الاكل والشرب. كان زمان في ناس بتقول الجزء ده بلاش منه بيبقى فيه سمية ومضر للصحة ارموه، هي قالت لا عادي يتاكل، كل اجزاء الفرخة تتاكل عادي. وعند الرقبة بقى الجزء اللي مطرح الذبح بيبقى فيه كده عمود لازم يتشال. العمود ده لازم تشقيه كده بالسكينة ونطلع منه العرق اللي هو كان بيطلع منه الدم مطرح الذبح، هو ده اللي بيمنع زفارة الفراخ. وهنا جبت القطاعة دي مخصصة لتقطيع الفراخ. قطعت كده الوراك من جنب من هنا ومن هنا وقطمتها كده بايديا من النص اتقطمت معايا. والوراك بقى فصلتها كده، عملت كل ورك لوحده. على فكرة تقطيع الفراخ سهل جدا، على فكرة برضو اللي معلماني تقطيع الفراخ هي ماما حبيبتي. يعني بدل الفراخ هو اللي يقطعها قطعيها انتي في البيت، تبقى حاجة نضيفة كده مطرح ايدك وتغسليها وتعمليها محلول النقع بتاعها. يعني حاجة نضيفة كده في البيت، ويعني موضوع سهل. هو سكينة تسنيها كده والموضوع سهل على فكرة. وهنا بقى كنت بفصل الكتف عن الرقبة زي ما انتم شايفين، كل حاجة كده طالعة سليمة وحلوة معايا. فصلت كده الكتف عن الرقبة. وهجيب واحدة تانية برضو هوريكم قطعتها ازاي من الجناب هنا ومن هنا. طبعا انتوا شايفين فراخ معايا كتير عشان بس عندي عزومة، وان شاء الله هبقى اصور معاكم العزومة دي وهصور معاكم اصناف الاكل اللي هعملها. فصلت كده الوركين عن بعض واحط ده لوحده وده لوحده، والحته الجزء اللي ما بين الوركين بحطها على جنب، والرقب برضو على جنب. دول هحطهم في كيس كده لوحدهم وابقى اعملهم في اي يوم عادي. بصوا موضوع سهل والله وبسيط. قطعت كده من النص وبفصلهم ما بين الرقبة وكل حاجة تبقى لوحدها. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم. وهنا بقى هخش على محلول النقع. انا قعدت اغسل فيها عشان بيبقى فيه ما بين الوراك والصدر بيبقى فيه مادة زلالية، دي لازم تدعكي فيها وتنزليهم بالمية هينزلوا. انا عملت محلول النقع بقى، حطيت مية ودقيق وخل وليمون وملح وسكر وجنزبيل وحطيت الفراخ واسيبهم بقى يتنقعوا وبس كده ومع السلامة.